بسم الله الرحمن الرحيم. ولادي وحبايبي طلبة جريد فوق، تعالوا بقى مع بعض النهارده نراجع على امتحان شهر مارس. ان شاء الله باذن الله يطلع سهل وجميل وكلكم تقفلوا وتجيبوا الفول مارك ان شاء الله باذن الله. الحقيقه كتاب المعاصر نزل ريفيجن كده جميله جدا جدا، بصراحه من الكتب المميزه جدا. نزل لكل مرحله موديلز ان شاء الله باذن الله هنقوم بحلها وهنبعتها على اليوتيوب إن شاء الله بإذن الله تتابعونا إن شاء الله. ركزوا بقى معايا موديل 1. طبعًا هو جايبها على سيستم الامتحان. الامتحان بتاعنا متكون من 2 جروبس. first جروب عبارة عن 2 question في التشوز، وعندي السكند جروب بصوا كام سؤال 4 question. عندي 4 أسئلة مقالية سهلة جدًا وبسيطة جدًا، كلها من الفراكشن والحاجات اللي إحنا درسناها الجميلة دي. ركز معايا question number 1 بيقول لي which of the following fraction represent a unit fraction. احنا قلنا كتير قوي قوي يا ولاد ان كلمة unit fraction دي معناها ان النيميريتور بيساوي 1. الدينومينيتور بقى زي ما يكون مش فارقة معايا، المهم عندي ان النيميريتور equals 1. فطبعا فين هنا اليونت فراكشن، فين النيميريتور اللي بيساوي 1 يا شباب؟ تمام كده، هيبقى معايا اللتر A. أهم حاجة عندي إن النيميريتور يساوي 1. ده معنى كلمة unit fraction، إن النيميريتور عندي بيساوي ال1. question number 2 بيقول لي 0.8 greater than space. يا ترى مين في الاختيارات أصغر من ال 0.8؟ طيب احنا اتفقنا مع بعض لما نيجي نعمل compare أول حاجة هبص للهول نمبر، فهقارن الهول نمبر. طيب هل الزيرو أكبر من ال1؟ لا، الكلام دوت مش مظبوط. تمام كده، فأنا هستبعد letter A ده تماما. طب تمام، يبقى إذا أنا هافكر في letter B والC والD. يعني هي دي اللي أنا هافكر فيهم. طيب أنا كده هما الwhole number 0. تعالَ بُص بقى معايا في الdecimal part اللي هي ال8 بتاعتي دي. تمام كده؟ طيب أولًا كل الdigit اللي موجودة هنا في الdecimal part 2 digit. تمام كده، فأنا لازم هاوصّل دي برضه تبقى 2 digit، فهاضطر إن أنا أزوّد 0. يعني الجزء اللي بعد الديسيمال point 2 digit، يبقى لازم الرقم اللي عندي ده كمان يبقى 2 digit، فلازم أزوّد 0 هنا. طيب يبقى ال80 أكبر من ال81؟ لأ، الكلام ده مش مضبوط. طيب ال80 أكبر من ال9؟ أيوه. طب أكبر من ال80؟ لأ، دي equals ليها، فالكلام ده برضه مش مضبوط. يبقى الإجابة عندي letter C. تمام كده، يبقى أنا لازم أساوي الnumbers يا ولاد، لازم الديسيمال part الجزء بتاع الديسيمال part يبقى 2 digit زيه زي الاختيارات اللي موجودة عندي. تمام كده؟ تعالَ معايا في الsecond group اللي هي الأسئلة المقالية. ركّز معايا كويس أوي لأن الأسئلة دي بيبقى عليها درجات كتير. أول سؤال عندي بيقول لي write the number 2 plus 0.03 in unit form. تمام؟ letter B عايز الstandard form. طيب كلمة unit form يعني أنا هاكتب النمبر بتاعي والplace value بتاعه، بمعنى ال2 دي أكتبها 2 ones. تمام كده؟ طيب ال3 دي مكانها إيه يا شباب؟ دي مكانها hundreds. تمام كده؟ يبقى أنا هاكتب 3 واكتب جنبها كلمة hundreds. أوكي، يبقى أنا كده كتبت الإيه؟ الunit form. طب الstandard form يعني قول لي النمبر بتاعك دوّة بيساوي كام؟ طب هي 2 ones وبعدين أنا حطيت الpoint والtens مش موجود 0 وبعدين الhundreds 3، يبقى 2.03. ركّز معايا في question number 2 بيقول لي find the result، هو عايزني أطلّع الناتج بيساوي كام. أولًا ده whole number ودوّة mixed number. علشان أعمل minus يا شباب لازم أحوّل الwhole دوّة لmixed. طب أحوّله لmixed إزاي؟ اتفقنا مع بعض إن إحنا هناخد 1 whole من ال5 دي، فال5 دي هتنقص، لمّا ناخد 1 whole منها هتنقص، هتبقى كام؟ هتبقى 4. طيب ال1 whole اللي أنا أخدته ده هاحوّله لfraction.
طيب يا ترى الفراكشن ده هيبقى كام اوفر كام؟ اتفقنا مع بعض ان هو هيغش من الديمو اللي معاه. الديمو اللي معاه 4 مش كده؟ يبقى اكتب 4 اوفر ال 4. نقول تاني ال5 دي هول نمبر، عشان احولها لميكسد هاخد من ال5 دي 1 هول. تمام كده؟ فال5 هتنقص هتبقى 4. ال1 هول اللي انا خدته ده هحوله لفراكشن هيغش من الديمو اللي معاه. يعني ايه يا ميس؟ مش ال1 هول يا شباب بيساوي 2 اوفر 2 3 اوفر 3 4 اوفر 4 صح؟ فال1 اللي انا هاخدته هيبقى نمبر اوفر نفسه. خلاص كده؟ طيب النمبر ده هيبقى كام؟ عبارة عن الديمو اللي معاه. خلاص كده؟ فيبقى 4 اوفر 4 ماينس، هكتب الميكس ده زي ما هو. يلا يا شباب 4 ماينس 3 1، وبعدين 4 ماينس 1 3، وال4 هتنزل زي ما هي مش هاجي ناحيتها. طيب تعالى معايا في البلس اللي جنبها. اتفقنا مع بعض ما ينفعش اعمل بلس ل 10 و 100، لا لازم الديمو يبقوا زي بعض. انا طبعا بدلع الديمينيتور بخلي ديمو. طيب ايوه يعني هعمل ايه يا ميس؟ زي ما دي 2 زيروز لازم تبقى دي كمان 2 زيروز. يعني اعمل ايه؟ ازود هنا زيرو وازود هنا زيرو ايكوالز. يبقى 10 بلس ال1 هتبقى كام يا شباب؟ 11 اوفر 100. تمام كده. طيب طالب مني اعمل arrange ascending order. قلنا ال ascending order from smallest to greatest، من الصغير للكبير. first step اول خطوه هعملها ان انا اساوي النمبرز بتاعتي. انا عندي هنا 2 ديجيت، يبقى لازم هنا يبقى عندي 2 ديجيت ازود زيرو. طب انا يا ميس هنا ما عنديش بوينت، حط لها بوينت حضرتك واكتب 2 زيروز. تمام كده؟ واحط هنا الزيرو. تمام كده يا شباب؟ طيب أنا عايزة أرتّبهم من الصغير للكبير from smallest to greatest. طيب أنا عندي هنا 0 2 2 0 يبقى أنا هافكّر في أول واحدة وآخر واحدة. طيب 20 أكبر يعني أصغر قصدي أقول والّا 0.2؟ طبعًا دي أصغر، يبقى دي number 1 عندي، يبقى 0.02 دي أصغر واحدة عندي. طيب number 2 هتبقى مين؟ طبعًا 0.20. طيب أنا عندي هنا في الهول نمبر 2 وهنا 2، طب هنا 2 بس وهنا 2.20، مين الأصغر؟ ال2 بس، ولكن هاكتبها بالصورة اللي هو كان جايبها لي قبل كده. يعني أنا مش هاكتب 2.20، لأ أنا هاكتب له ال2 اللي هو كان مديهاني قبل كده. أنا ضبطت مسألتي، يعني أنا زودت الpoint وال2 ده عشان أضبط مسألتي وأعرف أعمل ascending order. خلاص كده؟ لكن أنا هاكتب ال2 اللي هو مديهاني الأصل يعني. تمام كده؟ يبقى ده number 3. بعد كده هاكتب number 4 2.20. تمام كده يا شباب؟ تمام. طيب question number 4 بيقول لي مينا has a box contain 12 cookies. He gives 2 over 3 of them to his friends. How many cookies does he give to his friends؟ طيب هو معاه 12 cookies وبعدين عايز يدي لزمايله بقى 2 over 3. خلاص؟ عايزين نعرف كام كوكيز بقى هيديها لزمايله. طيب في الحالة دي هنعمل تايمز يا شباب عشان نطلع ال2 over 3 كام من ال12. تمام كده؟ تمام. طيب يبقى أنا هكتب له كده مينا gives equal، يبقى أكتب 12 multiply 2 over 3. ركزوا معايا يا شباب علشان الحقيقة دي مسألة محتاجة تركيز كويس أوي. أولًا أي نمبر أصله over 1. يا ميس هو أنتِ كتبتِ 12 over 1 ليه؟ عشان أخلّي ده fraction وده fraction الاتنين مع بعض يعني، عشان أنت ما تتلخبطش. طيب هابتدي أبُص أعمل cross كده وأبُص، هل ال12 وال3 أقدر أعمل لهم simplest form؟ يا ميس يعني إيه simplest form؟ يعني أعمل divide. هاقدر أعمل لهم divide، ده divided by 3 وده divided by 3. تاني ال12 وال3 أقدر أعمل لهم divided ب1 digit اللي هو كام؟ 3. يبقى أقول 3 divided by 3 equal 1، 12 divided by 3 equal كام؟ 4. بعد كده هاقول 4 times 2 equal 8 cookies. تمام كده يا شباب؟
ركز معايا يا شباب في موديل 2. طبعا هو المودلز بيحاول يجمع فيها كل الأفكار اللي هي ممكن تيجي في الامتحان. طيب من ضمن الأسئلة المهمة جدا المفروض تيجي في الامتحان فكرة الإيكويفالنت. شايفين الإيكويفالنت دي يا شباب؟ أنا عندي 2 فراكشن وعايزة أسويهم ببعض. طيب فاكرين لما كنا بنقول ال 9 بقت 36 فال9 دي كبرت، طالما كبرت عملت لها ملتبلاي، يا ترى ملتبلاي كام؟ 4. وزي ما عملت تحت زي ما هعمل فوق، يبقى 4 تايمز 4 equals 16. يبقى أنا هختار letter C. تعالى معايا في question number 2 بيقول لي عايز ال value of digit 3 في النمبر ده. طيب اتفقنا مع بعض إن ال value ده لما يطلب مني ال value في أي digit خلاص باكتب مكان أي رقم تاني 0. يعني إيه يا ميس؟ مكان ال 2 دي أنا هكتب 0 وبعدين point، مكان ال 1 دي أنا هكتب 0 وبعد كده ال 3. يبقى ال value بتاعي 0.03 أهي letter دي سهلة جدا ما فيهاش أي مشكلة خالص. إيه ده يا ميس هو لازم يجيب لي في الستوري أو الأسئلة المقالية بتاعتي بلس وماينس؟ ده أساسي عندنا يا شباب. فأنا هضطر أزود هنا 0 وهضطر أزود هنا 0 زي ما اتفقنا مع بعض. يبقى 30 بلس 6 36 أوفر 100. الديمينيتور ما بيتغيرش يا ولاد. طيب تعالى معايا في لتر بي في الماينس. هعمل الهول ماينس الهول والفراكشن ماينس الفراكشن. طيب 10 ماينس 5 5 ادي الفراكشن. 7 ماينس 3 هتبقى كام؟ 4 وال9 هتنزل زي ما هي. بيقول لي سلمى drinks 1/5 liter of juice every day. How many liters does she drink in 5 days؟ احنا عايزين نحسب هي شربت قد ايه في ال 5 days. سهلة جدا جدا جدا. هتقول she drinks، انت بقى هتعمل times ما بين ال 1/5 multiply ال 5. احنا اتفقنا مع بعض ان اي whole number انا هحوله لفراكشن، يعني اخلي ال 5 دي over 1. خلاص كده. طيب وبعدين ال 5 وال 5 هسأل نفسي هشوف كده الكروس بتاعي، هل ال 5 وال 5 اقدر اعمل لهم simplify؟ ايوه divided by 5 divided by 5 يعني ده هيكنسل ده، دي هتساوي 1 ودي هتساوي 1. يبقى الناتج النهائي كام يا شباب؟ 1 لتر. تمام كده يا شباب. question number 3 بيقول لي in a day وليد studies math for 1.25 hours and English for 3/4 hours. How many hours did Walid study in all that day؟ طيب هو ذاكر دلوقتي الراجل مادتين خلاص، ادي الوقت بتاع الماس وادي الوقت بتاع الانجليش. خلاص كده يا شباب. عايزين in all دي يعني ايه يا شباب؟ بلس. تمام كده. فهنكتب كده وليد studies، وليد studied equal 1.25 plus 3/4. طيب احنا قلنا هناخد الهول مع الهول. يا ميس مفيش هول هنا، خلاص ال1 هتنزل زي ما هي كده تعتبر 1 plus 0. اوكي كده. طيب وادي الديمينيتور هينزل زي ما هو وبعد كده هقول 1 plus 3 equal 4. طيب مخدتش بالك من حاجة؟ ان ال 4/4 دي معناها 1 هول، يبقى لازم حضرتك ساعتها هتقول equal 1 plus ال 4/4 دي معناها 1 هول، يبقى 1 plus 1 equal 2 hours. السؤال ده مهم جدا وعلى طول بيجي في الامتحان، وحضرتك لو ما عملتش الجزئية دي ما قلتش 1 plus 1 equal 2 هتنقص في المسألة. لازم تكتب كده، اوعى تقف عند البوينت دي وتقول انا خلصت المسألة كده خلاص، لا لازم تحول ال 4/4 ل 1 هول. طيب arrange descending، لازم امتحان المرة دي يجي فيه arrange يا شباب. أول حاجة أعملها لازم أساوي النمبرز أو الجزء بتاع الديسيمال بارت. 24 42 4 بس أزود 0 23. خدت بالك لازم الجزء بتاع الديسيمال بارت كله يتكون من 2 ديجيت. طيب أنا عايزة descending من الكبير للصغير. طيب ده 3 34 4 يبقى فين الديسندنج بتاعي؟ أيوه ده أول ديجيت عندي، يبقى 34.2 وهكتب الأصل
مش هكتب الزيرو اللي انا زودتها، انا زودت الزيرو دي عشان اظبط مسألتي واعرف ارتب. تمام، لكن لما باجي برتب بكتب الاصل. طيب تمام، خلاص كتبنا النمبر ده. طيب مين الديسندنج اللي بعده؟ يا ميس ده انا عندي هنا في الهول 4، يبقى انا عندي 4.23 ده كده نمبر 2. طب انا عندي يا ميس هنا 3 وهنا 3، بص على الديسيمال بارت، هنا 24 هنا 42، لا الاكبر 42 يبقى 3.42 وهنا 3.24. تمام يا شباب، تعالى معايا في الموديل 3. طيب question number 1 في التشوز ده مهم جدا جدا جدا. الفراكشن ده نوعه ايه يا شباب؟ ده نوعه ميكسد. انا بالمنظر اللي انا شايفاه في التشوز ده يبقى انا عايزه احوله لامبروبر. طيب كنت بحوله ازاي لامبروبر؟ تعالى بس ايه اوعالك الشغلانه دي عشان نعرف نشتغل. بص يا سيدي، احنا كنا بنعمل ما بين ال 2 وال 5 ملتبلاي واللي يطلع بلس ال 3، صح كده؟ ف 2 تايمز 5 10 بلس ال 3 ايكوال 13، والديمينيتور هيفضل زي ما هو، يعني هختار لتر بي. طيب ده ديسيمال نمبر بالمنظر ده، هو عايزني احوله ليه فراكشن، صح كده؟ طيب ادي علامة الفراكشن، طالما البوينت بتاعتي بعد 2 ديجيت يعني انا تحت عندي 2 زيرو. لو كان في الديسيمال بارت في نمبر واحد كنت قلت اوفر 10، لكن انا عندي هنا 47 رقمين يبقى احط 2 زيروز واكتب الرقم اللي موجود عندي فوق. يعني انا هختار لتر سي. ونخلي بالنا ان ساعات بيلعب على لخبطه الارقام، يعني كاتب هنا 47 وكاتب هنا 74، خلاص فيجي بقى ايه الطالب ما ياخدش باله ويعلم على اي حاجه وخلاص، ممكن يكتشف ان هو ناقص درجه في الامتحان ملهاش لازمه. ايه ده انا كان قصدي 47 اوفر 100، لا ده هو لعب عليك خلاها 74. عايز اشوف فين الطالب المركز. طيب السكند جروب عايزني اعمل ماينس، اتفقنا مع بعض ان البلس والماينس ده شيء اساسي. يا ميس ده هو النمبر حوله لميكسد، كسر لي ال 10 دي، هاخد من ال 10 واحده هتبقى كام؟ 9. طيب ال1 هول اللي انا اخدته حوله لفراكشن، طب هتبص لمين؟ هتبص للدي وهنا هتبقى 2 اوفر 2 ماينس 6 1 اوفر 2. تمام يا شباب؟ تمام. 9 ماينس 6 3 و2 ماينس 1 1 وال2 هتنزل زي ما هي. يا ميس في البلس انت قلتي ما ينفعش اعمل بلس وتحت مختلفين، لا لازم يبقوا زي بعض، هزود هنا 0 وازود هنا 0. طب ايه 70 بلس 7 77 اوفر 100. تمام كده يا شباب؟ طيب تعالى معايا في الستوري اللي بعدها. بيقول لي سارة has 3 and 3 over 4 cakes، هي معاها الكيكس دي. she give ها ادت يعني اللي معاها هيقل، يعني انا هعمل ايه؟ minus ادت 2 and quarter cakes to her brother. how much cake is left؟ اول ما الاقي كلمه left يعني هعمل ماينس. بصي ادالك كام اشاره ان هي تبقى ماينس، يبقى the cake left equal 3 over ال 4 minus 2 1 over ال 4. هعمل الهول minus الهول 3 minus 2 1 3 minus 1 2 over ال 4. حلو كده يا شباب، ولكن في برضو جزئية هنا لازم تاخد بالك منها، لو أنا وقفت على كده ممكن أنقص في الامتحان. ليه يا ميس؟ لأن أنا ال 2 over 4 أنا لازم أعمل لها simplest form، يعني أعمل لها divided by 2 divided by 2. إيه ده يا ميس ليه يعني؟ هوصلها للsimplest form آخر حاجة أوصل لها. ف divided by 2 equal 1 divided by 2 equal 2 وال1 هول هينزل زي ما هو، واكتب هنا كيكس. تمام. تعالى معايا في الارrange from greatest to least من الكبير للصغنطوط. طيب لازم يا شباب اساوي النمبرز بتاعتي في الجزء الديسيمال بارت. دي 4 لا هزود 0، دي 3 لا هزود 0. ميس هو انت زودتي 0 ليه؟ انا عينيا شايفه ان دي 34، في هنا ارقام الديسيمال بارت بتاعتها من 2 ديجيت،
ده 2 digit وده 2 digit، فأنا لازم أزود هنا 0 وأزود هنا 0. طيب أنا عايزة من الgreatest، فالorder بتاعي هاقول له equal. تعالَ نشوف كده، قُلت لك أول حاجة هتبُص عليها الwhole number 3403، فكده أكبر واحد مين؟ ال4. 4.3 ومش هاكتب الزيرو، أنا كاتبة الزيرو عشان أضبّط مسألتي وأعرف أعمل arrange. طيب أدي كده خلّصتها. طب أنا عندي 3 و3، واحدة 40 وواحدة 4، من الgreatest ال40 اللي هي 3.4 ومش هاكتب الزيرو. خلاص، فدي كده number 2، وبعدين 3.04 ده number 3، وبعدين أصغر واحدة اللي هي number 4 0.34. تعالَ معايا في question number 4. أول سؤال بيقول لي write the number 3.25 in unit form. اتفقنا مع بعض الunit form ده كأنه بيقول لك اكتب الplace value. تمام؟ فهاكتب 3 ones، وبعدين هاكتب 2 tenths، وبعدين هاكتب 5 hundredths. الexpanded form ده مهم جدًا، 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 إزاي أفُك النمبر بتاعي. تمام، فأنا هاكتب كده 3 plus. طيب ال2 دي كأني هاكتب الvalue بتاعتها، فهاكتب 0.2 plus. طب عايزة أكتب الvalue بتاعة ال5 0.05 0.05. يبقى أنا كده عملت expanded form. تعالَ معايا في model 4 بيقول لي which of the following fraction improper. يا جماعة improper يعني numerator greater than الdenominator، اللي فوق أكبر من اللي تحت. هل ده improper؟ لأ. هل ده improper؟ لأ. أيوه ده مضبوط improper. طب تعالي يا ميس تعالي نشوف ده 1 times 5 5 plus ال1 6. فييجي واحد يقول لي يا ميس ده 1 times 5 5 plus ال1 6 over 5. طب ما هي دي برضه الimproper يعني improper أهي. لأ حضرتك ده الكلام ده مش مضبوط. أنا باختار الimproper من البداية من اللي موجود عندي. خلاص، ده اللي موجود عندي، ده كده اسمه mixed، ده mixed number مش improper. خلاص كده؟ طيب تعالَ معايا في السؤال دوّة بيقول لي 2.5 2 plus كام؟ أنا كده كأني باعمل له expanded form. خلاص؟ طيب أنا خدت ال2، مين اللي ناقص يا ولاد؟ ال5، فهاكتب 0.5 اللي هي letter B. ركّز معايا أول سؤال في الsecond group في الarrange ascending order، عايزني أرتّب من الصغير للكبير. تمام كده يا شباب؟ بُص بقى ركّز معايا عشان هو دايمًا يوقّعك في الجزئية دي، يجيب لك ال1 موجود من ضمن الfraction اللي موجودة في الarrange بتاعة حضرتك. بُص بقى، لمّا تلاقي ال1 موجودة وسط الfraction كده لازم تحوّلها لي هي كمان لfraction. يعني إيه يا ميس؟ يعني أنا هاشيل ال1 دي خالص واكتب fraction. طيب أنا عندي الdenominator كام؟ 3، مش هو ثابت 3؟ خلاص يبقى ال1 بتاعتي 3/3. تمام كده؟ يبقى بما ألاقي ال1 موجودة وسط الfraction اللي عايزني أرتّبها، لازم أفُكّها لfraction. هاشوف الdenominator اللي موجودة عندي. خلاص؟ الdenominator اللي عندي 3 يبقى ال1 دي هافُكّها ل3/3. طيب تعالَ معايا نرتّب من الصغير للكبير، كده بقى أنا هاعرف أرتّب. مين الصغير يا شباب؟ ال1، يبقى 1/3. مين بعده؟ ال4، لأ لسه ال3، 3/3. مين اللي بعده؟ ال4/3. مين اللي بعده؟ ال5/3. بس عندي برضه مشكلة صغنّنة. إيه هي المشكلة يا شباب؟ حضرتك لازم تشيل لي ال3/3 وبعدين تكتب لي أصلها اللي هي number 1 اللي موجود في الترتيب. يا ميس ما أنا خليتها 3/3 ده علشان أعرف أرتّب، لكن الراجل ادّاني 3/3 والّا ادّاني ال1؟ ادّاني ال1، يبقى اللي ادّاهوني هو اللي أكتبه. خلاص يا شباب اتفقنا على كده؟ question number 2 جايب لي plus، عندي fraction وعندي whole، أدي كده هاخد الwhole مع الwhole وآخد الfraction مع الfraction. طيب الwhole مع الwhole 2 plus 3 5، وبعدين 1 plus 2 3/7. طيب
وبعدين بيقول لي أنا عايز دوت mixed number. طيب يا عم لما أعمل تايمز الأول، تمام كده، فأنا دايما بعمل إيه بقى، دي over ال1 وآخد اللي فوق مع بعض، هناخد ال3 مع ال2، 3 times 2 6 over 5 times 1 5. هي كده بقت improper، عايزة أحولها لميكس. خلاص كده. طيب لما بنيجي نحولها لميكسد كنا بنعمل إيه؟ أجري على طول ماينس الديمينيتور منه، يعني أقول ماينس 5. خلاص كده. طيب ولما ماينس ال5 بتاعتي يبقى 6 minus 5 equal 1 over 5. ولما أنا عملت ماينس ال5 أنا كده شلت منها fraction، فهزود الهول بتاعي كام؟ 1، تبقى 1 over 5. تمام كده. طيب تعالى معايا في الستوري. بيقول لي هدى walked 3 over 10 kilometer, then she walked 28 over 100 kilometer. How long did هدى walk؟ طيب أكتب كده هدى walked، احنا عايزين نعرف هدى مشيت قد ايه، فيبقى 3 over 10 plus 28 over 100. تمام حلو جدا. فأنا هضطر أعمل ايه بقى، هزود زيكو 0. تمام كده، أنا بهزر معاكم. طيب 30 plus 28 هنعمل 30 plus 28 هتطلع كام يا شباب؟ أيوه برافو عليك، 58 over 100 كيلو متر. حلو الكلام، كلام جميل. أماني bought a pizza. she gave ادت هند، ادت يعني minus 2 over 10 of pizza and gave يوسف وادت يوسف كمان، يعني في minus اهو تاني 3 over 10. what fraction is the remainder؟ remainder يعني minus، ادالك كذا إشارة إنك تعمل minus. تمام كده يا شباب. أولا الستوري دي على 2 steps، هي ادت هند وادت مين؟ يوسف، ادت الاتنين دول، يبقى انا لازم اعمل بلس ما بين الاتنين دول علشان اعرف انا هشيل كام من البيتزاية. تمام كده، يعني المفروض هكتب كده هند and يوسف، هقوله 2 over 10 plus 3 over 10. يا ميس ما هو يا حبيبي انا شلت من البيتزاية اللي الجزئين دول، فانا لازم اعمل لهم بلس عشان اعرف انا هشيل من البيتزاية قد ايه. طيب يبقى 2 plus 3 5 over 10، يبقى ده الجزء اللي انا هاخده من البيتزاية الكاملة. طيب انا عايزة اعرف remainder هيتبقى كام. طيب ادي البيتزاية minus ال 5 over 10. طيب اتفقنا مع بعض اي 1 هول لازم احوله لفراكشن، فده انا كده هحوله لفراكشن. كام يا ميس؟ ما انا مش عارف الفراكشن كام، حضرتك غش من الديمينيتور، غش الديمينيتور كام؟ 10 over 10، يبقى equal 10 minus 5 over 10. تمام كده يا شباب. وتبقى بقى جميل وشاطر وحلو لو عملتها simplest form وتقولي 1 over 2، يعني اللي اتبقى نصها. تمام كده يا ولاد. تعالى معايا في موديل 5. بيقولي the digit 3 في النمبر ده in the space please. عايز يعرف البليس فاليو بتاعه كام، نمبر 3 او النمبر بعد البوينت بتاعتي tens اللي بعده hundreds، فانا هختار letter دي. طيب انا عايزه الايكويفالنت فراكشن لل 3 اوفر ال 4. السؤال ده مهم جدا جدا فوق ما تتخيل. هو الايكويفالنت يا هيجي لك السوري يا هيجي لك تشوز، والارجح بيبقى تشوز اصلا. طيب تعالى احنا هنشوف فراكشن في الاجابات صح ولا غلط. ال 3 بقت 9، عملت لها تايمز كام؟ 3 صح، وزي ما عملنا في النيميريتور هنعمل في الديمينيتور، ف 4 تايمز 3 ايكوال 12. ايه ده طلع من اول فراكشن صح. تمام كده. يبقى دلوقتي هل ده مظبوط؟ هنشوف طبعا، احنا هنشوف كل الإجابات. تمام كده، فطلع عندي ال 9 over ال 12. خلاص، بس تعالى برضو نشوف كل الإجابات. ال 3 بقت 9 فعملت لها تايمز 3، 3 تايمز 3 9. طب 4 تايمز 3 16،
لأ ده 12 يا ميس، فإذا الإجابة دي مش مضبوطة. طب ال3 أعرف أعمل لها times تبقى 4؟ لأ أصلًا ما ينفعش. طب ال3 أعرف أعمل لها times تبقى 6؟ أيوه times 2. 4 times 2 بقى ب7؟ لأ 4 times 2 ب8، فالكلام ده مش مضبوط. دي مش مضبوطة. ركّز معايا في الsecond group. بيقول لي 1 minus 7 over ال8. يا شباب اتفقنا مع بعض أي 1 whole plus وminus، يعني أنا هافُك الminus ده خالص، هافُك ال1 ده هاحوّله لكام؟ 8 over ال8، يبقى 8 over 8 minus 7 over ال8. يا ميس جبتِ ال8 over 8 منين؟ هاغِش من الديمو اللي معايا. طب 8 minus 7 1 over ال8. تعالَ معايا في الplus هناخد الwhole مع الwhole وآخد الfraction مع الfraction. حلو الكلام؟ 1 و2 3، 1 و4 5 over ال7. حلو الكلام؟ كلام جميل. question number 2 بيقول لي هدى ate 0.6 of her pizza. هدى كلت الجزء ده and her brother ate 4 over 10 of his pizza. If they have the same pizza size of pizza, who ate more؟ عايزين نعرف مين اللي كل أكتر من التاني. طيب أنا هاكتب له كده هدى، وبعدين هاكتب له كده her brother، وبعدين هاكتب هنا 0.6 وهاحوّل ده. أنت براحتك بقى، عايز تحوّل ده من fraction لديسيمال خلاص، عايز تحوّل decimal لfraction أنت براحتك. أنا هاحوّل الfraction ده لديسيمال تبقى 0.4. خلاص كده يا شباب، عايزة أعرف مين الأكبر. خلاص كده ال0.6 والّا ال0.4؟ طبعًا عندي ال0.6 هي اللي أكبر، يبقى أكتب كده هدى ate more، هي اللي كلت أكتر من أخوها. طيب تعالَ معايا في الarrange ascending order. يا ميس الحقي لقيت ال1 فُكُّه، أول ما تلاقي ال1 فُكُّه على طول، كنسل ال1 واعمل fraction. طيب يا ميس طيب أنا اضطريت إن أنا أعمل كده علشان أوضّح لحضرتك جزئية، إن إحنا كده بنفُك الإيه، ال1 خلاص. طيب يا ميس أنا هافُك ال1 لكام؟ أنا مش عارف، الdenominator مش ثابت، لأ النيمو ثابت أهو حضرتك 3، فلمّا اللي فوق يبقى 3 يبقى اللي تحت 3 برضه، صح كده؟ طيب تعالَ نرتّب مع بعض. إحنا قُلنا النيمو لمّا يكون ثابت عندي الdenominator الصغير هو الكبير، وقُلت لك لمّا النيمو يكون ثابت عندي أنا بارتّب بالعكس، لمّا النيمو يكون ثابت عندي بارتّب بالعكس، هو عايز ascending يبقى أنا هارتّب descending. يبقى مين بقى بالنسبة لي الكبير؟ ال8، يعني الorder بتاعي هيبقى 3 over ال8. نقول تاني، لمّا يكون النيميريتور ثابت رتّب بالعكس، طالب من الصغير يبقى أنا هارتّب من الكبير، يبقى 3 over ال8، 3 over ال7، 3 over ال5، 3 over ال4 وبعدين هاكتب له 1. هاكتب له إيه يا شباب؟ ال1. آخر سؤال عندي في الmodels، الراجل بيقول لي join وصّل الfraction to the closed الbenchmark بتاعنا اللي هو ال0 والhalf وال1. عايزين نعرف ال3 over 8 قريبة من مين؟ ال7 over 8 قريبة من مين؟ ال1 over 8 قريبة من مين؟ يا شباب ال1 دي أكيد قريبة من ال0 صح كده؟ فال1 over 8 قريبة من مين يا شباب؟ من ال0. خلاص كده؟ فاكرين لمّا قُلنا إن إحنا كنا بنرتّب كده 1 over 8، 2 over 8، 3 over 8 ودي 4 over 8، 5 over 8، 6 over 8، 7 over 8 وال1 دي كنا بنفكها ل8 over 8 صح كده؟ طيب طبعًا دي half ال4 over 8 ده الhalf بتاعنا خلاص كده؟ طيب فال1 over 8 بقى يا شباب هي قريبة من مين؟ قريبة من ال0، فأنا عشان كده هاوصّلها بال0.
طيب ال3 over ال8 أهي، هي قريبة جنب مين؟ هي جنب مين أكتر؟ جنب الhalf. طيب ال7 over 8 أهو، هو قريب من مين أكتر؟ قريب من ال1، يبقى هو closer to ال1. تمام؟ سهل جدًا، جدًا، أتمنى لكم التوفيق وإن شاء الله بإذن الله تجيبوا أعلى الدرجات يا رب.